وصول محمد بن سلمان دولة قطر لحضور حفل افتتاح كأس العالم، ومفاجآت لم تحدث إلا في افتتاح مونديال قطر 2022. إليكم التفاصيل. وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى دولة قطر اليوم الأحد تلبية لدعوة أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم فيفا 2022. حفل الافتتاح سيكون بتلاوة القرآن لأول مرة في التاريخ. استقبال الداعية المشهور ذاكر نايك لعقد محاضرة دينية. منع وبيع شرب الكحول في المباريات والملاعب. منع هبوط طائرة ألمانية تدعم الشواذ في مطار الدوحة. اشتراط سماح إسرائيل وصول 800 مشجع فلسطيني. منع الطائرات الإسرائيلية من الهبوط في مطار الدوحة. ورفع أعلام فلسطين في كل فعاليات الجماهير في الدوحة. الثقافة العربية في الملاعب والشوارع وكل رموز كأس العالم. هذا أعظم تنظيم واستضافة لكأس العالم، مشاهدة تاريخية وأجواء مبهجة، تنظيم يرفع الرأس.